السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن عدم القدرة للزواج، وده بسبب تكلفة الزواج العالية أو الباهظة، وبسبب المصاريف العالية، أو إن أنت تكون فقير ومش قادر تتزوج. طب إيه الحلول اللي علمها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة عدم القدرة للزواج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني عندك استطاعة للزواج فتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يعني الزواج يخليك إنك تقدر تغض البصر وأحصن للفرج، يعني برضو يخلي عندك عفة من ناحية الفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني ليه وقاية وحسن من إنه يخليك تقطع الشهوة. فالصيام فيه طهارة طبعا. في الصيام هتغض بصرك، هتمنع الطعام، هتمنع كل الشهوات، هيساعدك إن انت تقدر إن انت تمنع نفسك عن كل خطأ وكل شهوة وكل معصية. وربنا يصلح حال الشباب ويصلح حالنا. آمين يا رب العالمين.